التونسي بثلاثية نظيفة في عقر داره. اكتسح النادي الأهلي الترجي التونسي في رادس بطول الملعب وعرضه. أداء رائع جدا جدا من المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر ولاعيبة النادي الأهلي والإدارة والجماهير اللي ما حضرتش هذا اللقاء. الأهلي يقسو على الترجي التونسي بدون جمهور وينفرد به في رادس، ويقسو عليه بثلاثيه نظيفه، بل نظيفه جدا. كان ممكن الاهلي يكسب سداسيه وليست ثلاثيه. فوز الجامد دوت والرائع دوت، الاهلي بيضع قدمه اليمنى في النهائي، في حين ان هو ينتظر من الفائز صن داونز الجنوب افريقي والوداد المغربي. نقدر نقول كده بالفم المليان الاهلي لنهائي افريقيا. من المرات القليله جدا 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 يا جماعه ان احنا نشوف الترجي التونسي بجلاله قدره بالمنظر ده، وفين ده؟ في ملعبه. بس الاهلي زنقه زنقه تمام، ما خلاهوش يعرف يتفلفص. الجون الاول جه في الدقيقه 8 عن طريق بيرستاو من محمود كهربا اللي اداها له معلول علشان يفوتها حمدي فتحي، وتروح لبيرستاو اللي اتعزم عليها كده وحطها وحش، لكن الجون ساعد بيرستاو وهزت شباك الترجي التونسي في الدقيقه الثامنه تقريبا من المباراه. كده خلص الشوط الاول بعد ما كهربا ضيع الهدف الثاني. هدف غريب جدا جدا، مش كهربا اللي ضيعه ولا اي لاعب في الدوري المصري، مش في الاهلي بس، ولا اي لاعب في الدوري المصري يضيع الهدف ده. لكن هنقدر نقول ان كهربا حطها وعمل اللي عليه، لكن هي بعدت شويه عن القائم الايسر للحارس. يا جماعه انا قلت ايه ده؟ هي الشبكه مخرومه. وعشان ينتهي الشوط الاول بالنتيجه دي 1-0 ويبدا الشوط الثاني، وكنت متوقع ان الشوط الثاني هيبقى احلى من الشوط الاول، وبالفعل الترجي عايز يتعادل، الترجي عايز يرجع تاني للقاء عشان لما يجي عندنا مصر يبقى في نديه ويبقى 1-1 مثلا ويقفل على كده ففتح خطوطه عشان بيرستاو ياخد كوره مرتده من محمد هاني ويلم 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 لمته على نص الملعب وقلب الملعب وفي حدود منطقه الجزاء بالظبط، بيركن كوره صعبه جدا جدا على اي حارس في العالم ان هو يتعامل معاها، لان هو خد الفرقه كلها ناحيه اليمين ويركنها ناحيه الشمال، ما يحطهاش الا بيرستاو. هو يا جماعه بيرستاو لاعب محنك خد الاهلي الكوره يجيبها يمين ويجيبها شمال ويتلاعب بالترجي على طول الملعب وعرضه، ويروحوا عند الجول ويرجعوا ويروح. زهقتونا، ما تحطوا التالت بقى. وبالفعل التالت على ايد كهربا اللي كان النهارده الى حد ما مش في حالته، لكن صالح نفسه وصالح جمهوره بالهدف الثالث اللي اداله حسين الشحات. روعه روعه روعه، كوره متقشره، الشبكه فاضيه من حارسها اللي هو حارس الترجي اللي على قده قوي قوي قوي، وكان مكسب كبير جدا للنادي الاهلي النهارده هذا الحارس. واصابه معتز بن شريفيه من استبعاده بالاصابه كان عامل مؤثر جدا في نتيجه المباراه بالثلاثيه دي. وكهربا بيحط الكوره بمنتهى السهوله عشان يبقى الهدف الثالث، والاهلي بقى مسك الكوره واتدلع بقى ودلع جماهيره قدام الشاشات، وقعد بقى يجيب الكوره وينقلها ويروح للجون ويرجع وفرص بتضيع. النهارده يا جماعه اقل حاجه كان الاهلي يكسب 6، وكانت هتبقى اكبر نتيجه بين الاهلي والترجي ذهابا وايابا، لكن الاهلي رأف بحال الترجي واكتفى بثلاثيه نظيفه في رادس علشان يحط رجله اليمنى واليسرى كمان للمباراة النهائية. هنشوف يا ترى هنلاعب صن داونز الجنوب افريقي ولا الوداد المغربي. انا اتمنى يا رب اي حد من الاثنين، بس المهم ان احنا نكسب ويكون الاهلي في حالته، وزي ما قلت لكم قبل كده ان المباراة النهائية هتبقى مباراتين. الاولى هيبقى النادي الاهلي جوه البلد، يعني هنلعب الاولى في استاد القاهرة، الثانية هي هتبقى في المغرب يا في جنوب افريقيا. ده اللي هنشوفه ان شاء الله وهنتاكد منه الى حد ما النهارده لما الفرقتين يلعبوا بعض، الصن داونز والوداد. الى حد ما هنقدر نقول مين اللي حط رجله اليمنى او اليسرى في المباراه النهائيه امام النادي الاهلي اللي 100 100 ان شاء الله باذن الله. هو مش مستحيل ان الترجي يرجع،
لكن صعب جدا ان انت ترجع قدام النادي الاهلي قصاد 50,000 متفرج وتحط في النادي الاهلي 3 اهداف عشان تتعادل معاه وتلعب ضربات جزاء. ومن النوادر النادي الاهلي يلعب مباراة كاملة بدون ما يحرز اي اهداف، وخصوصا ان نادي الترجي مش في احسن حالاته في هذه الاوقات. عشان كده بقول لك بنسبة كبيرة جدا 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 الاهلي في النهائي، الاهلي في النهائي، وخدوها مني وعلى مسؤوليتي. ومن دلوقتي الاهلي وصل النهائي بنسبة 99.9% من 100. الاهلي مستني اللي هيوصل من الوداد وسان داونز الجنوب افريقي. شكرا 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 رجالة النادي الاهلي، وكل الشكر والتقدير مجلس ادارة النادي الاهلي، شكرا لجماهير النادي الاهلي، حتى للناس اللي بتتفرج على النادي الاهلي خلف الشاشات. وشكرا كل الشكر والتقدير لأطهر الطاهر اللي ضيع ركلة الجزاء امام سان داونز، وشكرا لحارس مرمى سان داونز اللي اهدى نادي الاهلي البطولة الى حد ما بنسبة 70 او 80%. يا جماعة الاهلي لن يترك هذه البطولة على اي وضع من الاوضاع، وهنموت على هذه الكأس الغالية 11 بتوقيت النادي الأهلي. إن شاء الله مليون مبروك مرة تانية للنادي الأهلي ورجالة النادي الأهلي، وإن شاء الله من انتصار لانتصار، والقادم أفضل بإذن الله. رجالتنا شرفونا وكبروا فريقكم كمان وكمان، وطول ما انتوا ورا النادي الاهلي برجوله، النادي الاهلي من نجاح لنجاح، وان شاء الله من بطوله لبطوله. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ولحد ما اشوفكم اتمنى يا رب تكونوا بالف خير وصحه وسعاده. وفي النهايه شكرا لكم والسلام عليكم.